الهزيمة. معانا النهارده بالفيديوهات 4 فيديوهات لفضايح في نادي الزمالك. منها الاولاني اللي خالد الغندور اللي جننه دياسطي وهو بيرقص ويقول حصر عليها حصر عليها، واسامه حسن بيرد عليه. والمقطع الثاني لهروب اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك من المقصوره قبل انتهاء المباراه بعد الهزيمه من دجله 2. ده في الدقيقه 83 84 بعد ان صار الجمهور وابتدى يشتم. اللي خد عقده مجلس اداره يرد على الجمهور يقول لهم عيب، انتوا كل واحد فيكم مكلفنا 350 جنيه عشان نجيبه، جمهور الاهلي بيجي على حسابه، عيب لموا نفسكم. والاخير علقه السيده وهي مغطاه في قلب نادي الزمالك. الاهلاوي مش هيسيب. انت دكتور يا عد؟ انا ايوه دكتور. دكتور ايه؟ دكتور في البليله. في الايه؟ في البليله يا مولاي. وعمال اقول بليله بليله بليله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في قناتكم الاهلي وطن سبورت. الاهلاوي مش هيسيبنا. حضرتك لو دي اول مره بتشاهدني او بتشاهد القناه، يا ريت حضرتك تشترك بالقناه وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك الاشعار بكل فيديو جديد ننشره اول باول. ومن فضلك وليس فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشتركين معانا. الاهلاوي مش هيسيبنا. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. معانا النهارده نجوم الزمالك دياسطي ايه؟ ده دياسطي الغندور. لا يا عم، مش دياسطي الغندور، خالد الغندور. والمالت برضه تاني مش المالت يا عم حاج، واسامه حسن واقعين في بعض وقعه سودا وبيردوا على بعض. هتسمع الفيديو وخالد بيرقص واسامه بيرد عليه. بالفيديو هروب اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك من المباراه لما اتاكدوا ان الهزيمه من دجله ما حاله انه فيها تعويض او يقدروا يتعادلوا، ابتدوا يقربوا واحد ورا واحد طابور بالفيديو. بالفيديو تعدي 4 شباب بأرجل الكراسي على سيدة مع تمزيق ملابسها، لدرجة إن السيدة نيموها على الأرض وغطوها زي الجثة لأنها سايحة في دمها، وطفوا الأنوار ومشوا بعض الأعضاء، حاولوا يمشوا بعض الأعضاء أو كل الأعضاء، واستدعوا الشرطة لتولي الأمر. الاهلاوي مش هيسيبنا. يلا بينا نسمع وارجعوا لي. يلا بينا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حصر عليها حصر عليها، ما جت رجليها ما جت رجليها. لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. زعلانين مني قوي زملكاويه، زعلانين مني ان انا كنت بقول المدرب رغم الفوز والتصدر لكن احنا وحشين. زعلانين مني قوي، زعلانين مني ان كنت بقول على سيف الجزيري فين وبتاع، وعداء الدباغ ادي 5 ماتشات عداء الدباغ ما جابش كوره، ما جابش كوره في القايم حتى، يعني ما جابش كوره في القايم حتى، مختفي 5 ماتشات. النهارده خوان هو اللعيب الجامد في الفرقه، هو الوحيد اللي كويس في الفرقه. تشيكو بانزا عشوائي، ادم كايت نازل والفرقه بتلعب 10
تغيير احمد حمدي بينزله هو والفرقه بتلعب 10 وبعد كده طرد منها واحد. فرقه نادي الزمالك مش موجوده في الملعب، بتضغط قدام وساب مساحات. عايز اقول لكم كمان ان مثلا نادي وادي دجله كسبك في الودي يا يانيك فيريرا وكسبك في الرسمي، يعني انت المفروض شفته في الودي فتعرف بقى طريقه لعبه واللعيبه وكده. في الرسمي متقدم 1-0 ومش عارف تحافظ على النتيجه، وفرقه وادي دجله مسيطره على المباراه من اولها لاخرها، استحواذ واستلام تحت ضغط وتحرك بدون كوره وخلق فرص، وصبحي من نجوم اللقاء. النهارده الزمالك ما جاش ويانيك فيريرا يتحمل جزء كبير. بتلعب لي سيف جعفر رقم 6، هو كان طول عمره في قطاع الناشئين والشباب هداف فرقته وبيلعب راس حربه، الا بيلعب صانع العاب. تلعبوا رقم 6 مش بتاعته. يعني ما تلاعب يا عم محمد سيد من اول ماتش، ما تلاعب صلاح مصدق اللي انت كل مره تنزله مكان دونجا، ما تدخل محمود جهاد. للاسف انا قلتها مره واثنين وثلاثه والناس ابتدت تزعل، والصفحات بقى الصفحات الزمالكاويه تعمل بقى، وخالد كاره الزمالك، وخالد اللي كاره ولاد النادي اللي كارهين، والاخ ده اللي بيطلع من تحت بير السلم ده برضه اللي بيقعد يعمل خالد كابتن التاريخي وبتاع. ادي يا عم الفرقه اهو، ادي الفرقه مش شايفه قدامها النهارده، وفرقه بدل ما تتصدر وتفرق بالنقاط بتتغلب من وادي دجله. ودي ورسم وادي دجله اللي اتعادلت مع بيراميدز، وعايز تكسب لي مودرن والسيراميكا وتيجي تعادل لي مع المقاولين. ووادي دجله الفرقتين اللي طالعين من دوري المحترفين او من دوري الدرجه الثانيه زي ما بيقولوا، يعني على العموم زي ما قلت لكم لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك، وصباح الفل. طلع الكابتن اللي جواه، كل واحد حر في رايه. جمهور الزمالك شايف ان ضروري نغير المدرب، بعضهم يقول لك لا يكمل مشروعه، الكتير منهم يقول لك لا غيره احنا ما شفناش منه اي حاجه. انا واحد من الناس بقول يكمل المشروع بتاعه. خلينا متفقين ان انت بتعمل فرقه جديده وداخلين كله جديد في جديد، في فريق 3 مليار المدرب بتاعه قعد معاهم 4 شهور ومعاه لعيبه سوبر 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 سوبر. ده اللي يمشي. معكش لعيبه سوبر، اللعيبه السوبر عندك كلها اعتزلت ومشيت. احنا عارفين وما نبقاش نضحك على بعض، احنا في فتره احلال وتجديد، ما نضحكش على بعض. ده راينا الشخصي، ممكن يكون غلط، ممكن تبقى انتوا صح، ممكن اللي قال لك المدرب يمشي صح، حقه. اننا عمرنا ما شفنا جمهور الزمالك ولا انا ولا اي حد على مدار التاريخ هان نادي الزمالك او اتريق على نادي الزمالك في عز ازمته او صغر من نادي الزمالك او يعمل اغنيه تريقه على نادي الزمالك بعد الهزيمه من دجله او بعد اي هزيمه. يا جدع بعد هزيمه ماتش ودي ما شفناش على مر التاريخ. عشان ارجع بالكلام ده لكلمه قلتها لكم وافتكروها، العاطفه. اوعى تتعاطف مع حد مثل نادي الزمالك وجاب بطولات وتتعاطف معاه. جاب بطولات، ما هجايبينك ليه؟ كابتن التاريخي، كابتن التاريخي. مين اللي خلاك كابتن التاريخي؟ ومين اللي خلاك ليك في المجتمع كده قيمه؟ ومين اللي خلاك تطلع في التلفزيون؟ ومين اللي خلاك تاكل وتشرب وتعيش كويس؟ جمهور الزمالك. فجمهور الزمالك بعد اذنكم للمره 16 وال300 وال1000 والمليون بقول لكم بلاش عاطفه مع اي حد. او كابتن التاريخ اتريق على النادي. شفتوا كابتن مش تاريخي لنادي منافس اتريق على النادي في هزيمه؟ ضحك على النادي في هزيمه؟ غنى للنادي في هزيمه؟ اطلع انتقد يا جدع زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز، انما تتريق على ناديك اللي عملك واداك فلوس واداك شهره وعمل خلاك في المجتمع حاجه انت مش عارف تمشي في الشارع من الشهره، تتريق عليه يا راجل يا راجل وتمسح الفيديو. انا شيرتهولك، انا شيرتهولك لان ده غضب ربنا. ده مش فين، ده غضب ربنا عليك انت. النوايا اللي جواك وانت مش سالك من جوه وعايش عشان خاطر الفلوس، كنت تهز راسك باش من الفلوس، ما تفتحش بقك. لو كان موجود وانت في التلفزيون دلوقتي ما تفتحش بقك عشان تبقى قبض الشهر،
عشان كده قلت اعمل لك الفيديو بتاعي في اول الشهر تكون قبضت. انت مش فارق معاك الزمالك ولا جمهور الزمالك، انت عايز تقبض بس. يا راجل ده انت حتى لما انتقدت قلت ايه؟ جون ادوارد عشان جايب ايه؟ شوكو بانزا اداله ماتش وفتوح خد شهرين. ياه، ما انت من ضمن الناس اللي متآمره على نادي الزمالك. فاكر ولاد الناس دول لما تعاقبوا بياخدوا شهرين ليه يا عم؟ ما انت كنت زيهم. واحد ساب المعسكر راح يسهر عاجبه هوقفوا ماتش. ده انا عبده للبيع، هو نزل امبارح اهو خسرنا الماتش. ربنا رب قلوب. خلاصة الكلام يا جماعه، ما حدش يصعب عليكم. اذا كان بقى الكابتن التاريخي العالمي الاسطوره الخارق الهايل اللي مفيش زيه، اللي ما ولدش ولاده، كله استفاد من نادي الزمالك، وانا كمان استفدت من نادي الزمالك. ادام مش هقف في صف نادي الزمالك في عز ازمته او من غير ازمته، وامحي تاريخه، امحي تاريخه زي ما اتمحت كابتن التاريخي من امبارح من فيديو اللي اتريق بيه على جمهور نادي الزمالك. يعني اقسم بالله العظيم انا مصدق، والله العظيم انا كنت رايح العب كوره امبارح ورحمه امي وحياه ولادي ما لعبت من الزعل. والله ما لعبت من الزعل. يتغلب نادي الزمالك، يتغلب من دجله، مع احترامي الكبير فريق دجله المحترم وفريق عالمي. على فكره في كره القدم في الدوري ده اتغيرت فعلا. فريق دجله فريق محترم صعب حد يكسبه. ده اللي كان كسبان بيراميدز اللي هو كسب الاهلي، عشان كده اتغلبت من بيراميدز، وهو ده اللي كسب بيراميدز برضه، عشان بس الناس تبقى بس فاهمه. بس خلاص الكلام يا جماعه، قول رايك زي ما انت عايز. انا شايف المدرب يقعد ويكمل مشروعه وفي اضافات في يناير، انا رايي كده، وانت رايك يمشي، ده حر. كلنا بنتكلم مصلحه نادي الزمالك. بس خلينا نقول كل التجارب نادي الزمالك والمدربين اللي جم في بداياتهم، جوميز لعب 47 ماتش، يعني بكام؟ 141 بونت باين ولا كام؟ خسر كام؟ خسر 81 بونت حاجه زي كده. بدايته كانت معانا سيئة. كل المدربين سيئين بدأوا معانا سيئين كله. وجبنا جروس بدأ كويس مشيناه. جبنا مدرب التاني اسمه بيسيرو زي الزفت وخلص على في الكونفدراليه. جوميز خد الكونفدراليه ازاي؟ الجماهير. السوبر الافريقي الجماهير. كان اداؤه برضه مش مقنع، متذبذب. هي كرة القدم كده يا جماعه. خلاص الكلام يا جماعه، جمهور الزمالك بعد اذنكم، انتوا اللي بتصنعوا النجوم، انتوا اللي بتعملوا النجوم. زي ما بتعملوهم امحوهم. اللي يقف ضد نادي الزمالك ويتابع نادي الزمالك امحوه مهما يكون حجمه، امحوه. والصبر، انا رايي يا جماعه الصبر، رايي يكمل مشروع. الإعلام مش هيسيبنا. يلا مع بعض نشاهد ونسمع او نشاهد هروب اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك من استاد القاهره واحد ورا واحد بعد الهزيمه من دجله، او تاكدهم استحاله التعويض او التعادل معاه. الإعلام مش هيسيبنا. انا في النصر بس لا ماتش الاثنين مركز معاه، هو المفروض يبقى في الجول، هو المساعد بتاعه خده ما فيه كفايه الجول، لكن المجلس خلع. هو جماعي المجلس اداره نادي الزمالك سنه مليون حسين علشان النصر هذه النادي بارد الاخر، لكن بتفرق بقى مع الجمهور هنكسب. الإعلام مش هيسيبنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شاهد دلوقتي صورة السيدة ملقاة على الأرض ومغطاة بملاءة بيضاء وسط ظلام داهم في النادي الزمالك. والله اللي انت عايزه الإعلام مش هيسيبنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. واخيرا اشكر حضراتكم على طيب صحبتكم وحسن استماعكم، وارجو من حضراتكم اللي ما اشتركش بالقناه يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا اشعار جديد بكل فيديو ننشره اول باول. ومن فضلك وليس امرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل معانا لكل المشتركين، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.